الموسم ما كان فيه فرق كتير مميزة. يعني إذا بتفكر فيها بنحكي على مستوى الأندية، انسى كأس العالم شوي، غير مانشستر سيتي مين في فريق كان مميز هذا الموسم؟ مميز ولا قوي؟ قوي، يعني قصدي هذه الفكرة. قوي مميز دوميننت مين فيه؟ يعني أعطيك معلش خلينا ناخذ واحد دوري في إسبانيا. أتلتيكو كان سيء. ريال مدريد أكيد مش في أحسن مستوياته. برشلونة فاز بالدوري بس مش في أحسن مستوياته في أوروبا، خرج من الشامبيونز ليج وخرج من اليوروبا ليج. هيك خلصنا الدوري الإسباني. تعال على الإيطالي، ميلان نابولي كويس في الدوري بس في الشامبيونز ليج طلع اوكي، وصل نص نهائي فنسبيا جيد بس مش نابولي دوميننت بالدوري الايطالي بس، ولكن خرج من الكاس. ما بالشامبيونز ليج ميلان بهدله. صح، ميلان بالدوري سيء. انتر ميلان بالدوري سيء. اخر شيء زبط يعني اخر الموسم. روما وصل اليوروبا ليج يعني قحقحه بس برافو عليه. فيورنتينا وصل نهائي الكونفرنس ليج وهلا مركزه 12 في الدوري. صح. فهي الدوري الايطالي. مين سين حدا بالدوري الايطالي؟ لاتسيو ماشي حالهم. لا. ساري بول يعني مش هالاختراع. فهيك خلصنا الايطالي والاسباني، ما في حدا مميز. نابولي يعني اوكي انجاز جيد ويحترم، 18 نقطه فاز بالدوري بس بقيه المسابقات ما كان مميز. نيجي على الدوري الفرنسي. باريس سان جيرمان، لا بس باريس سان جيرمان كان سيء كمان. باريس سان جيرمان كان، والدوري الفرنسي بشكل عام اصلا في كان له سنين حلوه مع موناكو مع ليون ايام زمان، بس هلا ضعيف جدا. يعني مارسيليا تحسنوا شوي هذا الموسم، بس بنحكي انت اهم فريق في فرنسا بي اس جي وضعيف وسيء هاي السنه كان. صح صح. هيك خلصنا الفرنسي والايطالي والاسباني. نيجي على الانجليزي. لا في الألماني بايرن ميونخ كان سيء هذا الموسم. يعني كان ماشي حاله جيد بكل صراحة لحد ما غيروا المدرب وجابوا توماس توخل وقت التغيير اللي صار. حتى بالدوري كان عم يتخبط. اليوم احنا بجوز بعد ما نصور الحلقة رح يبين بطل الدوري الألماني، بس سواء كان دورتموند أو بايرن، غالبا دورتموند لأنه بيحتاجوا الفوز في المباراة الأخيرة. لا دورتموند ولا بايرن عملوا منيح في أوروبا. حتى في أوروبا يعني ما عملوش أوكي بايرن ميونخ في دوري المجموعات كان جيد بس ما كان هالفريق القوي. صح. نيجي على الدوري الإنجليزي. أرسنال بلش كتير قوي بس كنا عارفين حيصير هيك فيه. هلا حنحكي فيها هاي اللحظات. كنا متأكدين إنه الأرسنال، أنا بصراحة كنت كمان شاكك إنه أرسنال ضل من التوب 4 بشهر 2 بصراحة صدقا. تعرف لو الدوري فيه كمان 5 مراحل بيطلع من التوب 4. أرسنال بهدلة آخر شهرين. يعني إذا بتطلع على فريق أرسنال مين السوبر ستار عندهم؟ ما عندهم سوبر ستار. يعني أوديغارد أحسن واحد وساكا، بوكايو مش ساكا سوبر ستارز هذول، بس بوكايو ساكا عم بيصير. طيب فأنت عندك بالدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد وصل تشامبيونز ليج، فاز الكارلين كاب بس خسر 7-0 من ليفربول. هاي السنة خسر 7-0 من ليفربول. هاي السنة أظن ليفربول سيء كان. صح. تشيلسي ديزاستر. فالفكرة النقطة اللي عم بحاول أوصلها، الفريق الوحيد اللي في فريقين بإنجلترا مفرحين هاي السنة، نيوكاسل وبرايتون. نيوكاسل وصل تشامبيونز ليج وحيعملوا ترانسفير ويندو مفروض تكون رائعة، وإدي هاو ترفع له القبعة بصراحة. مدرب ممتاز جيد جدا. عندهم لعيبة الفريق رهيب. لا ولسه لعيبة. أنا بتأكد إنهم لما يدخلوا على السوق في هذا الموسم، يعني بعد انتهاء الموسم رح يعملوا صفقات مفروض تكون جيدة جدا. وأنا هذا آيزك كتير بحبه. ممتاز. أظن حيكون ممتاز. هذا بالمستقبل ممتاز. قوي كتير. حتى بالدوري الإسباني كان ممتاز. فمين عندك؟ مانشستر يونايتد سيء، ليفربول سيء، توتنهام مأساة، تشيلسي مأساة، مركز 12. فالفكرة اللي عم بحاول أوصلها إنه أنت عندك فعليا هذا الموسم في عالم كرة القدم موسم غريب جدا. طول عمرك في أوروبا بيكون في فريقين 3 قويين جدا، صح؟ وواحد بيغلب الثاني بصعوبة. مش هيك؟ صح. يعني السنة الماضية كان ريال مدريد ممتاز، ليفربول ممتاز، مانشستر سيتي ممتاز، بايرن ميونخ كان مش بطال السنة الماضية. السنة اللي قبلها كان في عندك برضو الفرق الإنجليزية، ليفربول، مانشستر سيتي، يعني كان في منافسة. هاي السنة بس مانشستر سيتي هاي السنة أظن يعني من أسوأ مواسم كرة القدم من ناحية competition، من ناحية quality teams، جودة عكس كأس العالم. صح؟ عكس كأس العالم. جوز كأس العالم هاي كان أجمل كأس عالم من ناحية المستوى، وبالذات لأنه صارت كمان هون بالوطن العربي،
فكأس العالم كان جميل جدا. النوادي كلها يعني كان عن جد أسوأ موسم كرة قدم غريب لإلي. يعني. أنا هذا اللي بحكيه قاعد ما في عندك فرق غير مانشستر سيتي. لازم نعطي مانشستر سيتي احترامه وحقه، باستثناء مانشستر سيتي ما شفنا شيء صح بصراحة. أنا معك.